احنا يعني بنحب الزمالك طبعا من صغرنا، وفي اي مكان نحب ان احنا نكون متواجدين معاه. بس هي كانت مبادره طيبه من نادي الزمالك وسياده المستشار مرتضى منصور، يعني اتوجه ليه بالشكر يعني على المبادره ديت. وكانت برضو من الجانب الاماراتي رابطه المشجعين هناك، هم اللي برضو اتصلوا بيا يومها، وكان في تعاون ما بين الجانبين على اساس ان انا ان شاء الله اكون موجود معاهم. والحمد لله يعني ده احنا ورا الزمالك ان شاء الله، وباذن الله نرجع معانا السوبر ونفرح جماهيرنا باذن الله، ونعوض اللي حصل في الكونفدراليه باذن الله. متفائل يعني مصطفى فتحي لو في الفورمه، عمر جابر لو عودنا على المستوى والاداء بتاعه باذن الله ان شاء الله دول يفرقوا في الماتش، بالاضافه لكهرباء وايمن حفني. الناس دي لو في مستواها يبقى ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. مشاكل الاهلي لا بالعكس، مشاكل الاهلي الفتره الاخيره ممكن تخلي لعيبه الاهلي عايزه تعمل حاجه بيها، يعني تهدي بيها الاوضاع الموجوده دلوقتي. يعني ان شاء الله لو الزمالك كسب ممكن الاوضاع تزيد سوء ليهم، مشاكل بتبان وقت الهزيمه، فهم عايزين يثبتوا نفسهم او يبقى في فوز النهارده يهدي بيه الاوضاع. بس ان شاء الله الزمالك يكسب ان شاء الله. الزمالك يكسب كام؟ ان شاء الله الماتش يخلص 2-1.